نادي الأدب. نادي الأدب برنامج أدبي يتناول الأدب العربي والحسني عرضا ومقارنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم وسهلا في حلقة الليلة من برنامجكم نادي الأدب. هذه الحلقة أعزائي المستمعين لها نخصوها الموضوع مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق موضوع مهم نقال فيه ياسر من الأدب الزين، تناولوه الشعراء العرب بياسر من الأهمية وقالوا فيه ياسر زين، وكانت دائما حاضرة في الأدب العربي قيم البطولة والشجاعة والصدق والتواضع والكرم. احترموا الأدباء العرب هذه القيم وتغنوا بها إلى درجة أنهم يقولوا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والمقنين البيضان حتى هما وبفعل الثقافة العربية والإسلامية اللي تدعي للتمسك بذي القيم وصيانتها كانوا دائما كبيرة عندهم مكارم الأخلاق ويقدروها ويحترموها لها، وقالوا فيها ياسر من لقنا الزين. مكارم الأخلاق ومكانتها ودورها في المجتمعات وضرورة التمسك بها وصيانتها بين الأدب العربي والأدب الحساني هو موضوع حلقتنا الليلة. واليوم بشمان اليوم محموم، ويجوني لو كان اليوم لو كان اليوم لا عقبت معهم لا ممر. اليوم لو كان اليوم لا عقبت معهم لا ممر. اليوم لو كان اليوم لا عقبت معهم كنت لك عاقب
اللي فات من هلاك عاقب اللي فات من هلاك الأرض الأخلاق المنكوبة شوفيك العين غيرك حجرة تقانت مسحوب شوفيك العين غيرك شوفيك العين وراك حجرة تقانت مسحوب قبلك حجرة بين النار خضار وشوف زاد حجار قبان وشوف الخضار في النحوي مزالت جوب وار العمود وفم ديار بطن جلتيها مضروبة من الخضار وتبلي من عار نوبتها كانت مجذوب من الخضار وتبني من عار نوبت نوبت كانت مجذوب أخلاق حجم كنت قدار زرقي بعيد تبقى تشوف منكم طرف القرار مدير الله نوب عاقب عاقب يلي فات من الكثر. في مكارم الأخلاق وفي موضوع الكرم بشكل خاص يقول حاتم بن عبد الله الطائي: أماوية قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر. أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا النزر. أماوية إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. وإني لا آل بمال صنيعة فأوله زاد وآخره ذخر. وحاتم الطائي في هذه الأبيات يتناول موضوع مكارم الأخلاق من باب الكرم. ويقول الرواة عن ماوية زوجة حاتم الطائي لامته على موضوع الكرم، وذاك واضح في مطلع القصيدة وفي نوعية الخطاب. أماوية قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر. ويبين الشاعر رأيه الصريح في موضوع الكرم ويعتبر ميزة عادية في طبعه من ينقال: أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا النزر. وهون توضح مكانة الكرم وأهميته في شعر وفي تاريخ حاتم الطائي. ما عباس له بعكاس من الود أراد لا تحيب أخلاقه ولباس بقريب الطالب والليل لباس لبيعلم الغيبات رياك وديم ألوات طريق النجناس الغيبات رياك ذاك وليل ديم ألوات نجناس. ومن حرج جنون العباد ذم قليبات غران قداد ما هم موصوفين بلا بلاد الجدن في ما تدرمات. حسيت بتخيل ردت إلهم حسيت مبدس إذا كان خلق اليوم
مساء تشاورهم تبري من حس محمد الهدار قال حتى هو ياسر من الغنى الزين في مكارم الأخلاق، ومنه هذا الطلع: كرمك ما هو ملحوق وطبعك مانك مبلوق، ولا فيك أعظام الشوق ولا فيك فشي العظام، بوك خلفته من فوق وافطن عن ذاك كلام، واليوم منين يتوق على أفعالك من عام صومك الأول تلحق، ذا اللي قايل لك حق بوك أمير ويبلق، بوك يزقر لفام وأخوالك ما يندق فيهم بل التقدام، ولا قطع عليك اختل ما هو عنك يا ول عمر، قبال البل تعطيها والتقسام منه تبغيك تمل، والله كونك مقدام والله كونك وقت مع طمانك خمام. والهدار هون يتناول موضوع الكرم ومكانته في مكارم الأخلاق، ذاك واضح من إنقال كرمك ما هو ملحوق، ويبين فضل التواضع وأهميته من إنقال وطبعك مانك مبلوق. ويرجع الموضوع الكرم عاقب ذاك ومن باب المدح يقول: ولا قطع عليك اختل ما هو عنك يا ول عمر، كبار البل تعطيها والتقسام منه تبغيك تمل، والله كونك مقدام والله كونك وقت مع طمانك خمام. حاتم بن عبد الله الطائي في موضوع الكرم وضرورته وأهميته في الثقافة العربية يقول: أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. ويقول: أماوية ما يقني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، وإني لا آل بمال صنيعة، فأوله زاد وآخره ذخر. هذه الأهمية قبال، وهذه طريقة التناول اللي ظهرت في شعر حاتم هي نفسها اللي ظهرت في طلع الهدار من قال: كرمك ما هو ملحوق وطبعك مانك مبلوق، وظهرت بشكل أكبر من قال: ولا قطع لك اختل ما هو عنك يا ول عمير، كبار البل تعطيها والتقسام منه تبغيك تمل، والله كونك مقدام والله كونك وقت مع طمانك خمام. وهون يعود الشاعرين تناولوا موضوع مكارم الأخلاق من باب الكرم، قدموا الاثنين ذي الصفة الفضيلة وحثوا على التمسك بها. شوبي عاقب شوبة والول واكدد ومحهم فنقد، توي جزميت وشفتم بالشبرة ومجايبير ندات تنباك وشي كندس، العين شافي الرقم التعارف لي بروان، وما شفتي كنتي وشات زبل يا عيني يا عيني عيني يا عيني والنظام فوق كل الارتتات، عاق مشي عن الوديات عاقد مشي عن لديات وينمي وباب دمكات، والنجر قطرة يقلم بات والقليبات قبلتهم سود، قلبها وتويق ونات وقليب حيك والعمود، قليب وقليب حيك والعمود.
جيت الناصر دار الديات ولا بعد أن التعبد والندم على ملات والنية أن لا أعود الندم على ملات والنية أن لا يعود الندم على علم ما فات والنية والنية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بنقل البيضان الحر تنسى الشبان والبيضان وخيط حزان والناس الرفاع الرشيد وبلا زاد الفوت الصغار مطروح الفوت بلا قيد رفاد مسقط وبرحان وكاس حقادي بعيد يا القمان مديان عليهم مدين رشيد على المنان لوان القصور وسال مجيد ايام باط ايام عيام عيد وليالي ودوار الغيد وفي الغيد مالك الغزاد اللي تتخطر وفيش ناس الناس ترنوا ما وشاق الكون الركوع والسجود بيم الخشوع ترنوا وخربت عنيد الغفلة مزال مطبوع يم ضلال بعيد ويوم الروق ظلما والطوح رجال ما هديت والضمير قليل مرجوع عاقب ذي اخبار الرشيد ايام باق الجمايات واليالي دوار القيد وبالغيد على كثر مقولة مزاد الليل
إسماعيل بن القاسم المعروف في الأدب العربي بالعتاهية يقول في تصريف الزمان وفهمية مكارم الأخلاق: ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا، أبى المرء إلا أن يطول اغتراره وتأبى به الحالات إلا تبدلا، وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا، وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة تلحف فيها بالثرى والتسربلا. يا صاحب الدنيا وثقت بمنزل ترى الموت فيه بالعباد موكلا، تنافس في الدنيا لتبلغ عزها ولست تنال العز حتى تذللا، وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه ولكن فضل المرء أن يتفضلا. وأبو العتاهية هون في هذه الأبيات يتناول موضوع مكارم الأخلاق من باب الزهد والكياسة والتواضع. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ويتناول موضوع الكرم وإيثار الآخرين من ينقال: وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه ولكن فضل المرء أن يتفضلا. سلم قيل البيضان وان الحر تنسى الشبان، والبيضان وخيط حلان، والناس الرباع الراشد، وبالأجساد الفوت الصون مطروح. دم العين اليوم بلابه جميل، ولا سبت يقتل برد يسيل ويقبيل برد يسيل بلابي جميل، برد يسيل القبيل وليف برد يسيل بلابي جميل. قاعد الحلة سهماني تجلاجي عم بعد اوطاني ماني متفقد شيني، والله تايب يا شديد اجل شذاني ماني ناسيت، فقدت ثقيت دار مقيد الناس تحاني حر الصيف، يقعد المقيل قبيل اللي صار متقاني هاني ما والصيف الحيد يحاني الاخوات وهاني والضد متلاحق قبيل بكيدي، العين راني طيتك للنفس بكي الجبيل بسيل دم العين اليوم بلا فأهمية مكارم الأخلاق مولي ودورها عند المغنين البيضان. يقول محمد الهدار: من شيه الشم كامل محروم، طبعك زين ولفظك محتوم، شقلت موتوق ومبروم، نزيه معلوم والسلطان، فعلك معلوم وفيك علوم، قرض الحسب على كل زمان، قرضك حق ولانك مظلوم بيه، وعندك لوتي والتان، أعظم راجل فارس مسموم، صداف ومفتوح الظوان، فعلك زين ومستطفى اللومة قاع انت ماي ورشان، في ذو العربان تلا معلوم به اللشان، في ذو العربان في كل جراءة والقدوم، وتمعليم القلب اللسان، فيك على شكرك يا السلوم، ريت عليه اللسنة السان، ريت عليه قبل قاع اليوم زاد في كل لسان التلسان.
والهدار حتى هو في هذه الطلعة ينعت ياسر من مكارم الأخلاق ويسهدي عليها ويربطها بمكان ترقاج في المجتمع، من شي يهشم كامل محروم، طبعك زين ولفظك محتوم، شي قلته موتوق ومبروم. وهون تظهر أهمية زين الطبع وقيمة الزقة. أدم يا من درتي يا من درتي عنكم رد أدم أدم يا بين الهاشي وما اشتقل أدم يا ودند الهاشي أدم يا بين الحاسي بين الحاسي وما مستقرم أدم يا ودند الشيم أدم يا نظر سبت الثقم أدم يا سبت تعرفي الغيشية أدم يا اللي حيري أما اللي حيري أدم يا وإحنا ما أهلنا حيري دم يا الله يا من درتي يا من درتي أنكم ودم دم يا
دميا بين الحماس أوام السدر دميا وبهذا أعزائي المستمعين نعود لحقنا باب الأسئلة، ولا نحتاج نعلل وصايا الأصدقاء البرنامج عنهم يواصلوا مراسلاتهم ومشاركاتهم في البرنامج على عنوان وزارة الإعلام الإذاعة الوطنية برنامج نادي الأدب، وعلى البريد الإلكتروني نادي الأدب @gmail.com. ومرحبا بهم كاملين وسهلا في أصدقاء البرنامج. جابتكم بغايتكم شيت بأخلاقك وضيت التليت بأخلاقك ما بت ولطيت سارح تميت ولعاب. في الحلقة الماضية سول المستمع البشير الفاضل عن مولى هذا البيت: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وهذا البيت من قصيدة للشاعر أحمد شوقي، وهذه هي القصيدة: سل قلبي غداة سلا وتابا، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا. وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجوابا، ولبين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشبابا. تسرب في الدموع فقلت ولى، وصفق في الضلوع فقلت تابا. ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذابا. وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطابا. فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى دون باب الله بابا. ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. وخذ لبنيك وللأيام ذخرا، وأعط الله حصته احتسابا. وإن البر خير في حياة، وأبقى بعد صاحبه ثوابا. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا. ومشكور المستمع البشير الفاضل، ومرحبا به في أصدقاء برنامج نادي الأدب. السؤال الثاني في حلقة الليلة جاء البرنامج من عند المستمع محمد سالم ألمين، ومسول فيه عن مولى هذا البيت: أراحت لقلبي عازب الهم والهوى، ربوع بذات الربع الشرقي ذي الهوى. وهذا البيت من قصيدة لمحمد واللبنو، والبيت مطلع قصيدة يقول فيها الشاعر: أراحت لقلبي عازب الهم والهوى، ربوع بذات الربع الشرقي ذي الهوى.
وألوت بصبر بعد صبر منازل بجنبة ذات الدخن في ملتوى اللوى، وفي جانبي غور الغدير مرابع دوارس هي الداء لي وهي الدواء، معاهد إن رمت رعواء عن الصبا أبى ذكرها إلا رعواء عن الرعوى، أقمت بها دهرا بأهناء غبطة وأعذب وصل آمنا صولة النوى، فكم ليلة بهذه الدور بتها أغازل غزلانا معاصمها روى، إذا ابتسمت خلت البروق ابتسامها سناء في هواء مثل آخر في هوى، فتحسبها مهما تثنت أو استوت نضيرات بان في تثن وفي استواء، ديار جنينا العلم في جنباتها شهيا وأدنيناه إذ هو مجتوى. ومشكور المستمع محمد سالم الأمين على اهتمامه بالبرنامج، ومرحبا به وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. السؤال الأخير في حلقة الليلة جل البرنامج من عند المستمع المحفوظ الناجم، ومسول فيها عن مولى هذه الطلعة: فيك صديقي لا شفت طريق المراحل وخضت من الضيق، اللي فريق وطيت الطوليق فيه في المتيمش تتنيمش، شوفت المتيمش فيك صديقي العقل وهي المتيمش، ومتيمش شوفت زاد فريق صديق في سهوة المتيمش. واللي عرف مولى هذه الطلعة يمشيه للإذاعة الوطنية برنامج نادي الأدب. رد محصر وعييت نسمع زايد الوب، وهذا ومتشطن شيان للشاقي ساكن في وفطن القبي من القبي. وبهذا أعزائي المستمعين نعود لحقنا نهاية هذه الحلقة اللي اشترف على إخراجها الناجم الخليل، وإلى أن نلتقي في الحلقات القادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء. نادي الأدب. نادي الأدب برنامج أدبي يتناول الأدب العربي والحسني عرضا ومقارنة.